غليان في إسبانيا بسبب قضية نيغريرا. فيفا يعتمد رسميا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. توتر الأجواء بين لابورتا وبيريز قبل كلاسيكو الليغا بسبب قضية الفساد. أزمة جديدة لبرشلونة، وهذه المرة بخصوص اللاعب غافي. السلام عليكم أيها الأصدقاء، ومرحبا بكم في قناتكم أخبار الكرة العالمية. وكالعادة نبدأ نشرتنا الإخبارية بالمختصرات. حصل سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة على عرض مميز للرحيل عن البارسا مع انتهاء عقده الصيف المقبل. وفقا لبرنامج تشيرينجيتو، فقد قدم نادي انتر ميامي الأمريكي عرضا لبوسكيتس يتضمن عقدا لمدة 3 مواسم وبراتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو، وهو ضعف ما عرضه برشلونة لتجديد عقد بوسكيتس لموسم آخر. باريس سان جيرمان يبدأ ثورة التصحيح. بدأ مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي التحرك مبكرا لإعادة بناء الفريق بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني، حيث أشارت ليكيبا الفرنسية في تقرير لها أن لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان بدأ التحرك لبناء فريق جديد يتمركز حول الفرنسي كيليان مبابي، حيث سينضم مدافع انتر ميلان السلوفاكي ميلان سكرينيا في صفقة انتقال حر. أعلن المغرب رسميا من كيغالي عاصمة رواندا التي تحتضن أشغال كونغرس الفيفا عن انضمامه رسميا لما يطلق عليه أوروبيا بالحلف الإيبيري، الذي يضم كل من إسبانيا والبرتغال لاحتضان نسخة مونديال 2030، حيث صرح وزير الرياضة شكيب بن موسى أن ترشح المغرب يمثل القارة الإفريقية ويعد حالة فريدة بتواجد بلد إفريقي بمعية بلدين أوروبيين. عبر المدرب تشافي هرنانديز عن شعوره بالدهشة والحزن بسبب الأجواء العدائية التي عاشها فريقه في ملعب ساماميس، حيث وجه قطاع من جماهير أتلتيكو بيلباو هتافات تجاه برشلونة يقولون فيها برشلونة إلى الدرجة الثانية، برشلونة إلى الدرجة الثانية. وصرح تشافي عقب الانتصار بهدف مقابل لا شيء خارج أرضه في الليغا: أحترم الجمهور في ساماميس، دائما ما عاملوني بشكل جيد للغاية، لكنني تفاجأت بهذه الأجواء من العداء تجاه البارسا وتحزنني كثيرا، فالحكم المسبق ليس جيدا للمجتمع. أما الآن أيها الأصدقاء، فمع تفاصيل عناوين النشرة الإخبارية، فابقوا معنا للنهاية. القضاء الإسباني يبطل تسجيل عقد غافي. تتوالى الضربات على برشلونة، حيث تلقى هذا الأخير ضربة موجعة جديدة من القضاء الإسباني بشأن تسجيل العقد الجديد لنجم الفريق غافي. وكان برشلونة قد سجل عقد غافي في الشتاء الماضي بقرار احترازي من المحكمة التجارية بعد أن رفضت رابطة الليغا قيده، حيث ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن المحكمة أصدرت حكما الاثنين بعدم أحقية برشلونة في تسجيل العقد الجديد، وأقرت بصحة موقف رابطة الليغا. وبناء على حكم المحكمة تقرر إلغاء القرار الاحترازي بقيد غافي ضمن صفوف الفريق الأول، وسيعود كأحد لاعبي فريق الشباب، وسيكون برشلونة مجبرا على إعادة تسجيل غافي ضمن فريق الشباب في الموسم الحالي، وبذلك سيكون غافي متاحا بالمجان في 30 من يونيو المقبل إذا لم ينجح برشلونة في تسجيل عقده الجديد برابطة الليغا. توتر الأجواء بين لابورتا وبيريز قبل كلاسيكو الليغا بسبب قضية الفساد. وفقا لصحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة قرر إلغاء البروتوكول الخاص بلقاء الرؤساء قبل المباريات في الكلاسيكو المقبل بالليغا، مما زاد من حدة التوتر مع ريال مدريد، حيث أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لابورتا لن يلتقي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قبل المباراة، ولن يتناول الثنائي معا وجبة الغداء كالمعتاد قبل الكلاسيكو. وكان ريال مدريد قد أعلن مقاضاة برشلونة في قضية اتهام الفريق الكتالوني بالفساد الرياضي عبر بيان رسمي. ورد خوان لابورتا رئيس البارسا بقسوة على موقع الميرينغي ووصفهم بالأوغاد. فيفا يعتمد رسميا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.
عقد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اجتماعا اليوم الثلاثاء في مدينة كيغالي عاصمة رواندا، واعتمد العديد من القرارات الخاصة بلعبة كرة القدم، أهمها يتعلق بالنسخة المقبلة من كأس العالم التي ستقام بمشاركة 48 منتخبا، حيث وافق المجلس بالإجماع على إقامة المونديال بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات بدلا من المقترح السابق ل16 مجموعة في كل منها 3 منتخبات بداية من نسخة 2026. وسيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة وأفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث إلى دور 32 مع توفير وقت راحة متوازن بين جميع المتنافسين. ومن المقرر أن تقام 104 مباريات في كأس العالم، وذلك بداية من نسخة 2026 التي ستنظمها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وسيقام نهائي كأس العالم 2026 يوم 19 يوليوز، على أن يتم تحرير اللاعبين من التزاماتهم مع الأندية بدءا من 25 من ماي. لا حديث في إسبانيا خلال الساعات الأخيرة سوى عن قضية نيغريدا وبرشلونة، والتي خلقت حالة من الجدل والغليان، وخصوصا في العاصمة مدريد، حيث أصدر مجلس إدارة ريال مدريد بيانا رسميا أكد فيه أنه سوف يكون طرفا في رفع دعوى قضائية في هذه القضية فور فتح القاضي المكلف الباب للأطراف المتضررة. ما هو الضرر الذي لحق بريال مدريد في هذه القضية؟ وما هي المصالح التي سيدافع عنها؟ وما هي آخر التطورات بخصوص هذا الموضوع؟ تم استدعاء المدربين السابقين لبرشلونة لويس إنريكي وإنريستو فالفيردي كشاهدين وليس كمتهمين. لا بد من توضيح الأمور لأن هناك الكثير من الأخبار المغلوطة. وفي انتظار تطورات جديدة في قادم الأيام، خصوصا ما حصل في ملعب سان ماميس في المقابلة الأخيرة التي أجراها برشلونة وأتلتيكو بلباو، حيث كان الجمهور يحمل أوراقا صغيرة على شكل أوراق نقدية بألوان برشلونة مع كلمة مافيا، بالإضافة إلى الجمهور الذي كان ينادي برشلونة إلى الدرجة الثانية. أما بخصوص رفع الدعوى القضائية ضد برشلونة، فقد تزامنت مع التقارير التي بثتها قناة ريال مدريد عن مسؤول الفار في الاتحاد الإسباني الحكم السابق كارلوس غوميز. التقرير الذي أظهر مجموعة من الأخطاء التي ارتكبها وتضرر منها ريال مدريد سواء في الكلاسيكو أو مباريات أخرى. ثم بعدها خرج الحكم السابق إيتورالدي غونزاليس للدفاع عن زميله باتهام فلورنتينو بيريز بحبسه في غرفة منفصلة في استاد سانتياغو برنابيو للضغط على قراراته، حيث قدم الحكم تقريرا للاتحاد الإسباني بالواقعة. لكن قناة ريال مدريد ردت بطريقتها الخاصة وأخرجت تقريرا آخر عن أخطاء الحكم إيتورالدي نفسه ضد ريال مدريد من أجل الدفاع عن بيريز الذي اتهمه الحكم إيتورالدي بالضغط عليه وحبسه في غرفة في سانتياغو برنابيو. ويبدو أن القضية أصبحت أكبر الآن، لأنه مع كل يوم يمر هناك تقارير جديدة ومعلومات وتصريحات بخصوص قضية نيغريدا وبرشلونة والأطراف المتداخلة فيها. ومع ازدياد حدة هذه التقارير وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع رئيس اللجنة الفنية للحكام السيد ميدينا كونتاليخو لإقامة مؤتمر صحفي دافع فيه عن الحكام. وهناك تطور آخر حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، قالت إنها اطلعت على ملف اتهام المدعي العام لبرشلونة وليس فيه أي شيء يدل عن رشوى الحكام، مما جعل المصدر الأول لهذه القضية وهي مصلحة الضرائب تعلن بأن لديها دلائل بأن نيغريرا كان يسحب مبالغ مالية بلغت 500 ألف يورو نقدا، وهذه المبالغ سوف يتم التحقيق فيها أين ذهبت. وربما ستكون هناك تطورات أخرى وتفاعلات بخصوص هذه القضية، مما يجعل الجميع في إسبانيا يخشى الضرر أن يكون أكبر ويضر بسمعة كرة القدم الإسبانية. إلى هنا أيها الأصدقاء نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.